إزاي نكتب أمر للذكاء الاصطناعي يطلع لنا بالظبط الصورة اللي في خيالنا؟ يلا بينا نشوف. أكيد حصلت مع ناس كتير نطلب صورة والنتيجة تكون حاجة تانية خالص. تجربة محبطة جدا. بس المشكلة على فكرة مش في الذكاء الاصطناعي نفسه، المشكلة في التعليمات اللي بنديها له. وهنا يجي دور البرومبت، ده ببساطة لغة الحوار بيننا وبين الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا لو طلبنا منه عربية حمراء وبس، النتيجة هتبقى عامة قوي ومش مميزة. وعشان كده كتير من الصور اللي بتتعمل بال AI بتكون باهتة ومملة، بس في طريقة تانية خالص. تخيلوا بقى لو الأمر بقى احترافي أكتر، مليان تفاصيل دقيقة زي ما شايفين. شوفوا الفرق، النتيجة هنا محددة وحيوية وبتعكس الرؤية الإبداعية بالظبط. الموضوع بسيط، أي برومبت احترافي بيتقسم لثلاث حاجات: الموضوع، التفاصيل، والستايل الفني. ممكن نفكر فيها زي ما نكون بنوصف عنوان لحد. كل ما كنا دقيقين، كل ما هيوصل أسرع. وعشان النتائج تبقى أحسن، ممكن نحدد زاوية الكاميرا، الإضاءة، وحتى الحاجات اللي مش عايزينها تظهر. طيب بعد ما فهمنا الأساسيات دي، في طرق متقدمة أكتر بتساعدنا نطور أفكار معقدة. عندنا طريقتين: التسلسل، وده كأننا بنكمل كلام معاه، والتكرار، وهو إننا نفضل نعدل على نفس الأمر. المبدأ ده واحد في كل الأدوات المشهورة زي ميدجورني وتشات جي بي تي وغيرهم. الخلاصة بسيطة جدا، كل ما كان الأمر أوضح وادق كل ما كانت النتيجة إبداعية أكتر. ودلوقتي بعد ما عرفنا السر، يا ترى إيه أول تحفة فنية ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يعملها؟